اهلا بيكم، يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض النابت من الالف للياء بطريقتي، علشان في ناس كتير سألتني على الطريقة. هو بصراحة سهل جدا، مش عايز اي حاجة. انا كنت عاملاه معاكم على القناة قبل كده، بس حبيت انزل لكم الوصفة تاني علشان الناس اللي طلبته مني، وكمان الناس اللي جديدة معايا على القناة. الوصفة دي حلوة قوي، انا واثقة انها هتعجبكم. هنعمل بقى معاه شوية ملوخية كده من الاخر، لا تقولي لي بقى لحمة ولا فراخ ولا الكلام ده. وعايزاكي بقى تعملي جنب الأكلة دي الطبق التحفة اللي انتوا شايفينه ده، شوية بتنجان كده مخلل مع طماطم مخللة. دي الوصفة اللي جاية بإذن ربنا، هنزلها لكم في الفيديو اللي جاي. شايفين بقى النابت بتاعنا، طريقته سهلة وبسيطة، بس أهم حاجة ان انتي تتابعيني في الفيديو لغاية الآخر عشان تعرفي كل التكات والأسرار. ويلا بقى بسرعة اشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. في البداية كده أنا معايا نص كيلو من الفول. عايزة تعملي أقل أو أكتر دي حاجة ترجعلك. أنا النهاردة هعمل نص كيلو. بجيبه الأول كده وبعد كده بنقيه. بس أهم حاجة إن الفول بتاعي يبقى فول بلدي، ما يبقاش فول مستورد. يعني لما تروحي للراجل قولي له أنا عايزة فول يكون بلدي. المستورد بتبقى الحباية بتاعته صغيرة قوي، وبتبقى لونها غامق، دي ما بتبقاش حلوة خالص، ولا في التدميس ولا في النابت. اهم حاجه تبقى الفوله بلدي زي ما بقول لكم، ويبقى حجمها كده كبير مش صغير، ويبقى لونها ابيض وفاتح، ما تبقاش لونها محمر. وبكده انت هتضمني ان النابت بتاعك يطلع حلو جدا، طعمه وشكله وكمان الشوربه بتاعته. انا بعد ما نقيته كويس جدا غسلته بقى على الحوض. الخطوه دي بعملها على الحوض كذا مره، وبعد كده بنقعه يوم كامل. يعني انا كنت نقعاه بالليل، ابتدأت ابص عليه بقى تاني يوم برضو بالليل، يعني 24 ساعه بقى بالشكل ده. لو نقعتيه 12 ساعة هتبص تلاقي القشرة بتاعته مكرمشة، ومش هيبقى بالشكل ده، فلازم 24 ساعة تنقعيه. دلوقتي بقى هبتدي كده ان انا اجيب مصفى وهصفي بقى الفول بتاعي. احنا بالليل دلوقتي مش الصبح. حتة بالليل والصبح دي مهمة يا جماعة، هقول لكم ليه دلوقتي. احنا كده بالليل صفيت الفول وحطيته في المصفى زي ما انتم شايفين، وجبت كده قماشة انا بليتها مية. لازم تكون القماشة بتاعتك مبلولة مية علشان الفولة تنبت. وغطيت بقى الفول بتاعي وهسيبه لغاية تاني يوم الصبح. لازم بالليل، لازم بالليل. سبته بقى لغايه تاني يوم الصبح، وابتدات اكشفه بالشكل ده، لقيت القماشه بتاعتي نشفت. مفيش اي مشكله. هيبتدي بقى ان هو يفتح الغلاف بتاعه كده، ويبتدي تنبيته بسيطه. ده اول يوم. هاخده كده بقى اغسله غسله حلوه على الحوض. وبعد كده بقى هبتدي ان انا احطه في الطبق تاني، وازود له الميه. احنا كده بقينا الصبح اهو. هحطه بقى في الطبق بتاعي، وحامله كده الطبق بالميه لغايه ما يغطي الفول. ده يعتبر اول يوم. تمام كده. هسيبه بقى طول النهار في المية زي ما انتوا شايفين. هاجي بقى على بالليل برضو تاني، هبتدي كده ان انا اصفيه برضو من المية، واجيب المصفى بتاعتي واحط الفول في المصفى. تاني يوم بقى بالشكل ده اهو. اول ما بحطه في المية بلاقي التنبيتة بتاعته ابتدأت تكبر. هجيبه بقى واحطه في المصفى بتاعتي كده بعد ما صفيت منه المية. وبرضو هجيب نفس الفوطة البيضة وهبلها مية، وهبتدي احطها عليه بالشكل ده. وهسيبه برضو لغاية تاني يوم الصبح. هبص عليه بقى تاني يوم الصبح كده واشيل القماشه، هلاقي التنبيته بتاعته ابتدات ان هي تكبر زي ما انتوا شايفين كده. بصوا النبته بقت قد ايه. ده تاني يوم الصبح. هاخده برضو واحطه كده، اديله غسله حلوه الاول، واحطه في الطبق وهزود له الميه. اول ما بتزودي له الميه الصبح بتلاقي التنبيته بتاعته كده بعديها كده بحوالي كده ربع ساعه او نص ساعه، التنبيته بتلاقيها كبرت خالص. بسيبه بقى طول النهار في المية، وبرجع بقى كده بالليل واروح مصفياه من المية بتاعته، وجايبة برضو القماشة وبلاها كده وحطها على وشه وسايباه لغاية الصبح. تالت يوم الصبح بقى، انا في الوقت ده اخدت نصه وعملت بيه وصفة تانية. يعني ده نص الفول اللي احنا عملناه، ده يعتبر ربع كيلو بس. بصوا بقى التنبيتة بتاعته بقت قد ايه، بقت طويلة جدا. كده 3 ايام. خلاص كده هو جاهز معايا بقى ان انا اعمله. بديله بقى غسلة حلوة كده، وببتدي ان انا اشتغل فيه. بس الكمية دي كتيرة، انا جبت كده كيس وحطيت جزء كده من الفول بتاعي في الكيس، وهحطهم في الفريزر اعملهم في يوم تاني. هو النص كيلو يا جماعة بيطلع معاك كمية كبيرة جدا، وانا ما عملتش النص كيلو كله. تاني يوم اخدت جزء منه علشان بعمل بيه وصفة تانية. يعني ده يعتبر ربع كيلو زي ما بقول لكم. وربع كيلو كمان اخدت منه كيس وشيلته في الفريزر، يعني حلو قوي كده. ودلوقتي بقى جبت كده حلة وسخنت مية كده حوالي 3/4 مية، وحطيت الفول بتاعي بعد ما غسلته غسلة حلوة جدا. وحطيت بقى كده بصلاية او بصلتين، وكمان كام فص توم قطعتهم طرنشات. وليمونة دي مهمة جدا عشان المية بتاعتك ما تغمقش. هي مش هتغمق طالما الفولة بتاعتنا حلوة، بس الليمونة دي برضو مهمة جدا عشان المية ما تبقاش لونها غامق شوية.
وحطيت كمان بشرة طماطمايه بدون القشر بتاعها، يعني قشرتها الاول وبعد كده بشرتها او اضربيها في الخلاط. حلو قوي كده. بعد 10 دقايق بشيل كده الغطا، بلاقي بقى فيه ريمة كتير، لان الفول من البقوليات لازم يطلع الريمة اللي انتوا شايفينها دي. لازم ان انا اشيلها عشان تاخدي شوربة حلوة كده رايقة، لونها فاتح وجميل. شيل الريمة بتاعتك، ايوه كده. وبعد كده هبتدي بقى ان انا اغطيه واسيبه كده بقى يستوي. طالما الفولة بتاعتنا حلوة ومنقينها كويس مش هياخد سوا معاكي خالص، يعني تقريبا كده من تلت ساعة لنص ساعة ده أقصى وقت. طالما الفولة بتاعتك منقياها كويس وفولة بلدي كده وحلوة مش هياخد سوا معاكي خالص. بصوا بقى الشوربة بتاعته يا جماعة تحفة، لونها أبيض زي ما انتوا شايفين كده، مش غامقة ولا مسودة ولا محمرة ولا الكلام ده كله. أنا حابة إن أنا أزود له كده مية، لأن أنا هاخد كده شوية شوربة منه وأعمل لكم شوية ملوخية تحفة ملهمش حل. طبعا لازم لما بتزودي المية لازم تكون المية سخنة، ما تكونش مية ساقعة أبدا. ده طبعا مع البقوليات ومع اللحوم ومع كل حاجة. طالما بتسوي كده الفول على النار ضيفيله ميه مغليه. خلاص كده هو استوى معايا وبقى زي الزبده. انا عايزه اوريكم بس واحده كده، ومش عايزاكي بقى تزودي عليه سوا تاني، لانك هتزودي عليه سوا تاني هتبصي تلاقي القلب بتاعه بيطلع في الشوربه كده، وهتلاقي القشر لوحده والقلب لوحده. فهو السوا بتاعه كده حلو قوي. طالما استوى معاكي بقى اطفي عليه خلاص. هبتدي بقى اطلع كده نص الليمونه، وهطلع بقى البصل وهطلع الثوم والحاجات دي، وهحط بقى شوية ملح كده في الحلة، مش اكتر من كده. ما تحطيش بقى ولا كمون ولا زيت ولا اي حاجة في الحلة. انا شلت الحاجة اللي كانت فيه زي ما انتوا شايفين كده، والشوربة بتاعتي لونها فاتح وجميل. هجيب كده بقى الطبق بتاعي وهبتدي ان انا اغرف شوية فول كده وشوية شوربة، لو انت عايزة مثلا تعملي فتة او تاكلي كده طبق نابت حلو اهو بالشكل ده. وهبتدي كده بقى احط له رشة من الكمون، ده الكلام ده بقى في الطبق مش في الحلة. رشة كده من الكمون، وشوية كده من زيت الزيتون او زيت عباد الشمس او زيت الذرة زي ما انت عايزة اهو بس كده. وحبة كمان من الشطة لو انت حابة. وتاكلي كده بقى احلى طبق نابت. لو عندك كمان عيش انت محمصاه في الفرن تعملي طبق فتة كده، تعصري عليه نص ليمونة. مفيش بعد كده. دلوقتي بقى عايزة اعمل معاكم كده شوية ملوخية. انا جبت كده كيس ملوخية من اللي انا حطاه في الفريزر كده، مفرزاه بقالي سنة. الطريقة دي حلوة قوي يا جماعة، انا هسيبها لكم في صندوق الوصف عشان تشوفوها. وهتشوفوا دلوقتي خضار الملوخية شكله عامل ازاي. هحط كده الملوخية في الحلة، وهحط بقى عليها كده شوية من شوربة النابت. عايزة تحطي الشوربة الأول، بس هي الشوربة بتغلي أهم حاجة. وكيس الملوخية بيبقى مجمد بالشكل ده. ما تحاوليش تسيب الملوخية بتاعتك تفك، لا حطيها مجمدة كده. وحطيت عليها الشوربة، سواء حطيتي الشوربة الأول أو الملوخية الأول مش هيفرق كتير. وابتدأت بقى بالمضرب بتاعي أو بالويسك كده أفكها بالشكل ده، وسبتها كده على النار. بس أهم حاجة ما تعليش عليها قوي عشان أنا مش عايزاها تغلي. وهفككها بقى بالويسك بتاعي كده واحدة بواحدة، هتفك معاكي بكل سهولة. بس عشان بقى اجود كده الطعم واخلي طعمها حلو كده، حطيت لها كده مكعب من مرقة الخضروات او كيس مرقة فورية. وكمان انا حطيت معلقة كده من توابل الملوخية، دي بتتباع عند العطار في الجرادل الخضراء. يعني قولي له انا عايزة توابل الملوخية. ولو مش متوفرة عندك بتبقى في اكياس برضو مكتوب عليها كده توابل الملوخية، ممكن تعملك اكلة او اتنين. دلوقتي بقى هجيب راس توم كده متوسطة او معلقة من التوم اللي احنا مخزنينه في الفريزر. وهبتدي كده اجيب الطاسة بتاعتي واحط فيها معلقتين او 3 من الزيت، زيت ذرة او الزيت اللي انت تفضليه. وهحط كده معلقة كبيرة من التوم، وهبتدي بقى ان انا اقليها. دي بقى التقلية بتاعت الملوخية. انا بصراحة ما بحبش اغمقها، بس اول ما بشم كده الريحة بتاعت التوم بدأت تطلع والتوم بتاعي بدأ يصفر بسيط، بحط كده معلقة من الكزبرة الناشفة. دي بتدي طعم حلو قوي للملوخية. وبقلبهم مع بعض كده شوية لغاية ما التوم بتاعي بيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا ما بحبش بصراحة اغمق التومة، لان بيبقى كده مررة وطعمها مش حلو. اللون ده حلو قوي. وبنزل بقى على الملوخية، ودي تبقى احلى ملوخية تعملوها. ولا لحمة ولا فراخ ولا الكلام ده. ملوخية على النابت يا جماعة، خفيفة كده وجميلة وطعمها حلو قوي. واحنا حطينا لها كمان المنكهات اللي هتخلي طعمها حلو قوي. وقلبتها بقى كده، ما بحبهاش تغلي، بطفي عليها بقى كده على طول وبقلبها بسرعة، لاني ما بحبش ان الملوخية بتاعتي تغلي. دلوقتي بقى هنبتدي ان احنا نغرف. شايفين بقى الخضار بتاع الملوخية، حاجة مفيش بعد كده. ادي احنا مخزنينها في الفريزر من السنة اللي فاتت. هتلاقوا اللينك بتاعها موجود في صندوق الوصف. ادخلوا واتفرجوا على الطريقة بتاعتها حلوة جدا، هتقعد معاكي سنة واتنين بالخضار ده. غرفنا بقى طبق ملوخية وطبق نابت، وتاكلي احلى اكلة. ويا سلام كده لو عملتي بقى طبق البتنجان الخطير اللي انا قلتلك عليه مع الطماطم المخللة جنبيه، حاجة كده مفيش بعد كده. نقدر نقول بقى ان الجمال عدى الكلام.
الملوخية دي بقى تاكليها مع الرز او العيش، دي حاجة ترجع لك انت. انا بتمنى تكون الطريقة بتاعتنا النهاردة عجبتك، ولو عجبتك بقى ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. يلا باي باي، سلام.